أخبار سريعة من يوم استلام 8/12. اليوم التاريخ الشهر السادس 3/6/2025 الساعة 1:49. أخبار على السريع. تتذكروا إيش صار، إيش بده يصير، إيش عبي يتخطط، إيش بده يمشي، إيش بده. طلعوا بس على الصفحات وتذكروا مشان تعرفوا تمشوا لقدام، يعني مو تمشي مثل ما هن بيقولوا بعض الناس يعني. هلأ بصفحتي هون أنا بدي أحكي لكم على الحقد، بس دير بالك اوعى تحقد إيش ما كنت تكون. طلع على هالصورة اللي قدامك وشوف هذا الشخص عم يقدس ولا عم يشفي غليله؟ ليش عم بيبوس هاي الجمجمة بالذات؟ جمجمة ليش عم التقط يبوس؟ صورة مع جمجمة في سوريا من يكون هيثم طرزي. اشتدت حوله حملات للمطالبة باعتقاله من قبل قوات الأمن السوري، وتداول رواد طبعا مواقع هون عم التواصل بيحكي الاجتماعي صورا له انه وسردوا عددا من جرائمه بحق السوريين. تداول رواد هيثم عمر مواقع طرزي التواصل الاجتماعي مجند سابق في شعبة مخابرات نظام الأسد، الذي أعلنت وسائل ما إعلام بدنا محلية إلقاء نفتح القبض دفاتر عليه قديمة. بدنا لتورطه في نتجاوز. ارتكاب جرائم وقت بدك بحق السوريين. تتجاوز بشكل عام وبشكل رسمي. بس أول شي وبرجع بقلكم يلي عم يغذي التحريض، يلي عم يغذي الإيديولوجيات. الإيديولوجية هي اسمها يعني التوريط الديني أو التوريط العرقي أو التوريط السياسي. هدول الناس اليوم عندهم ركزوا على أحمد الشرع الجولاني. انتبه، ها، ركزوا عليه، قالوا وما زالوا عم يقولوا. انتبه، هذا الزلمة عليه برقبته دم، أو كان إرهابي، كان ما بعرف شو. اليوم في دول كبيرة حطت إيدهم بإيده. أنت اليوم يا بدك تدافع عن رئيسك، يا بدك توصله لحبل المشنقة، أو تعمل له سيناريو المرحوم السيسي، عفوا مرسي. دخلوا اليوم مصر من طرف السيسي. ما دخلنا. أنا بترجى للرئيس كشخص واللي معه إنه ما يتدخل بسوريا، إنه هو بعيد كتير عن سوريا، بعيد كتير جغرافيا. أما محبة كشعوب أكيد مع بعض، أكيد. اليوم أنت وقت بدك تدافع عن رئيسك وما بدك تقول أنا مطبع، أنا مكوع، أنا بحالي. بدك توقف مع رئيسك ولا بدك تقتله؟ سين سؤال. أنت مع مين؟ سين سؤال. يعني أنت بدك تورط رئيسك؟ أنا هلا بدك تقول لي أنت كوعت، أنت عم تدافع عنه. أنا بدي أدافع عن كل رئيس بدكم أنتم تحطوه. طلع عم بيبوس مين؟ هذا الشخص يعني في بقلبه يا انتقام، يا سميه اللي بدك إياه، سميه اللي بدك إياه. أنت وقت اللي بدك تمشي وتمشي بلدك على مستوى إنه هيك مثلًا، هيك يمشوا، هيك مثلًا، هيك ها. هي البلاد تجاوزت كل شي، ها.
تقريبا يعني تقريبا، لكن في عندهم كثير فساد، كثير، في عندهم كثير فساد، بس هيك عايشين. هدول الناس مو مختلين عقليا، هدول الناس ما عندهم فيروسات، هدول الناس دمهم نظيف مثل ما انت نظيف. هدول الناس مو اللي عقلهم ناقص، انتبه، هدول الناس مثلك مثلهم، انت اللي اليوم عم تحتمي عندهم، انت اللي عم تحتمي عندهم ورجعت على بلدك وعم تقول انا حررت بلدي. بس انت اليوم وقت اللي على مستوى انه رئيسك بده يتورط، معناته انت رح تتورط تتهجر، وانت رح تنزل، وانت رح تتشرد، وانت رح تصير كل شيء، لانه انت في ناس عم يحفروا لك وعم يغذوا التحريض. مين بغذي التحريض؟ اللي معه القوة، واللي معه سلاح، واللي معه المصاري، واللي معه قسد وامثالهم. قسد وامثالهم ورطوا كثير ناس، جماعات صغيرة بسوريا. قسد وامثالهم كانوا وما زالوا عم يورطوا. اليوم رجعوا عطوهم مهلة، قال شهرين، قال عطوهم مهلة. سمعت من ناس بعتقد انه كويسين، ما بعرف، في شخص اسمه حجي كويس مبين عليه لانه من الدير، بس يعني شهرين كتير. خلصت المهلة امبارحة، امبارحة خلصت المهلة. عم تطالعوا دعايات ولا اوهام ولا ما بعرف مين. اليوم انت على مستوى الثروات اللي حكوا عنها، على مستوى شوف الثروات، وعلى مستوى الانترنت اللي حكوا عنها اشخاص من الانترنت، هدول الثروات اذا بتوزعهم للشعب وبتصلح الشرطان الكهرباء والتوصيلات والنفايات واحتياجات الشعب على مستوى الاماكن الفارغه، الاماكن الفارغه من سوريا، هدول الاماكن بدل ما يتموا فارغه تبني عليهم بيوت جاهزه وبتسكن الناس اللي بدهم بيوت. وعلى مستوى المصاري اللي بدك انحطت من زمان، قبل اعلان السقوط وبعد اعلان السقوط، هذول المصاري بتعطيهم، المصاري اللي انعطت للاسلحه تعطيهم لشعبك. وعلى مستوى انه على مستوى الصين وكبرها وحجمها والخبر الكويس اللي قريته بين صفحات الانترنت انه بدنا نبني 20 مليون سوري، بدنا نخليهم عنا يعني بالصين، يعني عم يبنوا عم يبنوا لهم حياة، او عم يبنوا لهم مستوى المعيشة الكويسة. يعني تصور انت عم يفكروا لقدام، عم يفكروا لايش قد لقدام هيك، يعني كم سنة لقدام ما بنعرف، بس عم يخططوا انه يحطوا عندهم 20 مليون انسان سوري، او 2 مليون، او 10 اشخاص، عيلة واحدة، ايش ما بدك اعتبر قريتها. خليني اصحح المعلومة، ممكن يكون 2 مليون. بس انت اليوم فكر الأسلحة اللي عم تدفع حقها، وكانوا يدفعوا حقها من زمان. على مستوى فيديو قريته بين التواصل الاجتماعي، هدول المصاري اللي انكبت بين تدمير البلاد وبين أسلحة وبين ضحايا وبين ناس، أعطيهم هيك شهريا لهدول الشعب $200، $200 شهريا، شعبك بيحطك فوق راسه. وهون انت بتبني شعب ضمن الجغرافيا السورية. هي اذا بدك تفتح صفحة جديدة تبني، واللي ساعتها اللي بده يفوت على بلدك بده يفوت على بلدك بدون جهة معينة، بدون عرق ودين، بيفوت على بلدك بشكل كامل، يعني بده يفوت ويقتل كل الشعب. هيك انت اما بدك تعيش بين شعب قلاب، شعب بياع حكي، شعب بقول لك انا بحالي، انا اعيش وغيري يموت، شعبك ببيعك بيوم وليله، شعبك ببيعك. تتذكر كلامي بالفيديو لما هددوك، هددوا
أبوك أو هددوا عيلتك، عم بحكي على أبوه لأحمد الشرع، هددوه من مصر. قلت أنا بنزل على مصر بقول له لك بترجاهم لهدول الأشخاص، بترجى الرئيس إنه لا يتدخل. لسه هلا بلشوا الشعب السوري، هلا بلشوا الشعب السوري بالبناء، هلا تجاوزوا خطوة يلي الشعب السوري كان عم يقولوا عن الرئيس السابق بشار بدون رئيس. مو هيك؟ مو هيك؟ ليشفى غليل كل إنسان راح له ضحايا. بشار هرب، كنا وما زلنا كلياتنا كنا نقول ارحل، رحل. اليوم نحن بالخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها إذا بتتذكروا بشار الأسد قال خطوة بخطوة. أحمد الشرع الجولاني سابقا إيش بده يقول اليوم؟ ما بعرف كم خطوة. اليوم أنت بدك تبني بلدك مثل ما هدول الأشخاص اللي حطوا، هدول الشخصيات اللي وقفوا مع سوريا من كل الأجناس. هي البيوت الجاهزة، هي البيوت الجاهزة، هي النمط الاجتماعي هي السريع. البيوت إذا بدك الجاهزة تحطهم شباب. إذا معي بأماكن البيوت الجاهزة هيك، تكلفتها شايف 12 شايفين دولار. الأماكن الفاضية كثير كيلومترات من الأماكن الفاضية الموجودة بسوريا بتحوي كل هالعالم. بس فكر، ما تدافع عن دينك، ما تدافع. الديانة ما بدها دفاع. الديانة إذا حق بتدافع عن حالها، اللي فوقها اللي بالسما هي بتدافع عن حالها. انت مخك الصغير مو بحاجة هذا الدين يدافع عنه. هذا الديانة، أي ديانة كانت بتدافع عن حالها. إذا هي عندك قدرة إلهية بتدافع عن حالها. أنت مخك الصغير ما بتقدر تدافع عن دينك، ما بتقدر. افتح مخك، ما راح تقدر. تم تقييد البث.